ومعنا من دير الزور عضو الهيئة العامة للثورة حاج أبو بكر. سيد حاج أبو بكر، أطلعنا على الأوضاع الميدانية في دير الزور. السلام عليكم. الرحمة على أرواح شهدائنا والحرية لمعتقلينا والشفاء لجرحانا. نعم، منذ مساء أمس انفجارات ضخمة هزت أحياء العمال وجبيلة والشيخ ياسين، بالإضافة إلى تحليق الطيران الحربي فوق أحياء المدينة بالتزامن مع دوي أصوات الانفجارات تهز الأحياء أثر سقوط براميل التي إن تي. وقد قامت قوات النظام مساء امس بدك حي القصور في دير الزور بعده قذائف مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، وكذلك الساعه 10 ليلا سقطت قذيفه على مظاهره في حي الحميديه مما ادت الى سقوط عدد من الجرحى وشهيد من الناشطين الاعلاميين. وفي صباح اليوم الطيران الحربي الاسدي قصف احياء دير الزور العمال والحميديه والشيخ ياسين، وقبل قليل قذائف الهاون تتساقط على حي جبيله. اما البوكمال قام الطيران الحربي الساعة 8 صباحا بالطلعة الرابعة له في سماء المدينة، أطلق خلال عدة صواريخ مخلفة دمار هائل بعدد من المنازل والمحال التجارية والمناطق المستهدفة هي بالقرب من الجامعة الهادي، وقذائف أخرى سقطت عن جامعة الشافعي وخلف مقهى الفرات. أما عن الريف قصف قرية خشام وقرية سفيرة تحتاني. وصباح اليوم قامت قوات الأسد بارتكاب مجزرة مروعة جدا في مدينة الصور بريف دير الزور في هذا الصباح، راح ضحيتها أكثر من 15 شهيدا وعدد من الجرحى، وأكثرهم من النساء والشيوخ لا يزالون تحت الأنقاض بسبب حتى هذه اللحظات لصعوبة انتشالهم جراء الدمار الواسع الذي خلفته الطائرات في المنطقة. أما عن الوضع الإنساني في دير الزور بالعربي، موت بطيء لمن تبقى داخل الأحياء، حصار منذ 99 يوما، وقصف متواصل بالساعة تدك المدينة بالقذائف، وهناك الدمار البنية التحتية أكثر من 60%. نعم، شكرا لك. كنت معنا من دير الزور عضو الهيئة العامة للثورة حاج أبو بكر.